السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد، وعيد مبارك علينا وعليكم، وعقبال مليون سنه يا رب ليكم وليا في سعاده وهنا ان شاء الله. النهارده الفيديو هيكون تجهيزات بسيطه للعيد، وكمان افكار لقضاء ال3 ايام بتوع العيد. هقولك افكار آه يعني تعملوها، ممكن تعملوها وتستمتعوا لما تعملوها كمان ان شاء الله. فيلا نبدأ بأول حاجة اللي هو تجهيزات بسيطة للعيد. طبعا كل الناس ليلة العيد بتبقى بتتجهز، بتحط ماسكات على وشها، على شعرها، يعني على أظافرها كده علشان يطلع شكلها أحلى. فأنا قبل كده عملت 3 وصفات أو 3 ماسكات لتفتيح البشرة. هحطلكوا رابط الفيديو ده في صندوق الوصف علشان تشوفوه وتستفيدوا منه. وكمان بالنسبه للاظافر، فانا اللي انا بعمله الاظافر مش بحط وصفه معينه، لكن بسيب يعني قبل العيد بفتره ما بقصش اظافري عشان تطلع طويله يوم العيد يبقى شكلها حلو، بس مش بتبقى طويله قوي برضو يعني. وبعدين بقصها بخلي شكلها متلائم او كده او جميله يعني. ف دي كنت قصها من كام يوم، يعني لسه هعملها كمان مره. فانا ما عملتهاش بالقصافه، عملتها بالمقص اللي بيكون مخصوص للضوافر. فيعني خليت اللي هو شكلها يطلع متلائم او كده. فدي شكلها بس ايه من كام يوم، يعني لسه هعمله كمان. الكاميرا مش عارفه مش واضحه ليه. اوكي، فهم دول. وكمان الايد التانية. فبس كمان لسه هعملهم كمان مرة عشان يطلع شكلهم احلى كمان من كده. وكمان بحط، في ناس بتحط على ظفرها ليلة العيد او يوم العيد حنة او منوكير. فانا عن نفسي ساعات بحط حنة وساعات بحط منوكير، يعني حسب مزاجي ساعتها. بس انا السنة دي ان شاء الله مش هحط حنة، هحط منوكير، لاني بحب شكل المنوكير اكتر، يعني بحب المنوكير اكتر من الحنة. فهحط منوكير السنة دي ان شاء الله. بعد ما هعمل ضوافري بالمقص زي ما انا قلت لكم، هحط عليها المنوكير. طبعا على حسب لون ال الطقم اللي انا هلبسه او الفستان اللي انا هلبسه وانا خارجه يوم العيد يعني. طبعا اكيد من الحاجات اللي انتوا لازم تجهزوها قبل العيد الطقم العيد، الجزمه بتاعته، الاكسسوارات بتاعته، الشنطه، الحاجات دي كلها بتبقى لازم ومهمه اللي انتوا تجهزوها قبل العيد. اما بالنسبه لشعري فانا زي ما قلت لكم مش بحط وصفات لشعري، يعني مش بحط كتير، لانه يعني انا شعري مش ناعم قوي ولا خشن قوي يعني، بس مايل انا ناعم شويه، مش بحتاج ان انا احط له وصفات قوي يعني. فانا مش بحط وصفات قبل العيد، بس بفرده عندي مكنه السيراميك. ان شاء الله افرده السنه دي. السنه اللي فاتت فردته بالسيراميك قبل العيد، فان شاء الله السنه دي هفرده. فبس دي التجهيزات اللي انا هعملها. زي ما قلت لكم هحط منوكير، هطلع الطقم بتاعي، هفرد شعري. طبعا لما بفرده بفضل وقت طويل بفرده علشان يدي نتيجة حلوة، يعني مثلا ساعتين او ساعتين واكتر كمان. فبعد ما بفرده بلفه، وبعدين بعد ما الفه بسيبه وقت شويه، بروح اعمل اي حاجه تانية. مثلا اكون لسه محطتش المنكير احطه، اظبط ضوافري زي ما قلت لكم كده، وبعدين برجع اسرحه، لاني بكون تعبت من الفرد وكده، فباخد راحه شويه وبعدين بسرحه. فبس هي دي كانت التجهيزات بتاعتي اللي انا بعملها، حبيت ان انا اشاركها معاكم علشان ممكن تستفيدوا منها. نيجي بقى للجزء التاني من الفيديو اللي هو اماكن ممكن تروحوا لها في العيد، او ازاي تقضوا العيد وانتوا سعداء ان شاء الله يعني. طبعا الاماكن اللي انتوا هتروحوها بتختلف من بلد لبلد ومن مدينه لمدينه. فمثلا لو انتوا في مدينه ساحليه غير مدينه في وسط البلد يعني او كده، فانا هقول لكم اماكن وانتوا شوفوا اللي هينفع للمدينه اللي انتوا فيها واعملوه. طبعا العيد بيكون 3 ايام، او الناس اللي بيشتغلوا او في اجازات، يعني في مدارس سوري، بياخدوا الاجازه 3 ايام غير يوم العيد او كده. فانا هقول لكم ازاي تقضوا ال3 ايام دول. اول يوم وتاني يوم وتالت يوم هقول لكم على افكار فيهم. فيلا نبدا باول يوم. اول يوم طبعا انا عن نفسي بجهز طقمين للعيد. طقم وانا رايحه اصلي الصبح بلبسه، وطبعا بلبس فوق العبايه والطرحه عشان اصلي العيد يعني وكده. والطقم التاني بيكون
لما هنخرج بالليل او كده. فطبعا اول حاجه انا بفضل صاحيه من بعد الفجر. اصلا في رمضان بسهر وكده، فكده كده هفضل صاحيه يعني ان شاء الله. هروح اصلي وبعد كده برجع انام. فانا يعني قبل الصلاه بكون مجهزه الطقم زي ما قلت لكم، بحط المنكير والاكسسوارات والحاجات بتاعه الطقم، وبعدين بنزل اصلي. بعد كده لما نرجع من الصلاه بيكون بننام. بعد ما ننام ونصحى كده بيكون العصر مثلا. فساعتها بقى يبدأ ايه خطة العيد اللي احنا هنعملها. فاول يوم بقى خطة اول يوم انه ممكن بعد ما تصلوا ترجعوا كده. اول يوم ممكن انكم تروحوا تاكلوا اكل برا، يعني تاكلوا في مول او في مطعم او كده، وبعدين تطلعوا على الكورنيش مثلا. الاحتفالات هنا يعني في السعوديه بتبقى على الكورنيش بجد تحفه، بحبها قوي الاحتفالات دي، بتحسسني فعلا بجو العيد، بيكون في صواريخ ويعني حاجات حلوه بجد، فبتحسسني بجو العيد. او ممكن غير اللي انتوا تروحوا الكورنيش، ممكن بعد ما تاكلوا في مول او مطعم تطلعوا مثلا على الملاهي او يعني العاب الترفيهيه، او مش عارفه هي يعني مش عارفه بيسموها ايه باللغه العربيه، بس انا بسميها ملاهي. ممكن تروحوا تلعبوا مثلا هناك. انا عن نفسي بستمتع بالملاهي جدا يعني انا مش كبيره لدرجه ان انا مش هلعب في الملاهي يعني، فانا بجد بلعب وبستمتع وكده. فيبقى يوم جميل جدا لما نروح الملاهي، وبالذات بيبقى في العيد، بيبقى اجواء العيد والملاهي مليانه وكده، فبيبقى حلو يعني. فدي فكرة اول يوم، انه ممكن تروحوا ملاهي او كورنيش، وممكن تاكلوا برا. برضه هتستمتعوا، هتشوفوا ناس وكده. فبس ده كان اول يوم. تاني يوم تاني يوم ممكن انتوا تروحوا السينما تتفرجوا على افلام العيد اللي هتبقى نازله. ممكن انكم تطلعوا على البحر مثلا. لو انتوا في مدينة فيها بحر ممكن تطلعوا على البحر، تشووا مثلا وتاكلوا هناك وتقضوا اليوم هناك. ممكن تطلعوا لوحدكم او مع اصحابكم على حسب اللي انتوا عايزينه. ف يعني تاني يوم ده برضو بيكون على مزاجكم. ممكن انكم تروحوا اي مكان انتوا عايزينه. قلت لكم برضو مكانين، يعني في كل يوم هقول لكم حاجتين انتوا ممكن تعملوها. في اليوم ده قلت لكم اليوم التاني يعني ممكن انتوا تروحوا البحر، تقضوا اليوم هناك تشوا على البحر وتاكلوا يعني هناك، وتقضوا اليوم هناك لحد اخر النهار وبعدين ترجعوا. او ممكن انكم زي ما قلت لكم تروحوا السينما تتفرجوا على الافلام اللي هناك، وتاكلوا برضو برا او تاكلوا في البيت، يعني على حسب اللي انتوا عايزينه. فبس ده كان تاني يوم. تالت يوم بقى ممكن نخليه يعني لزيارة الأقارب والأصحاب وكده. يعني أول يومين كانوا ليكوا انتوا تعملوا اللي انتوا عايزينه، لكن تالت يوم ممكن تخلوه انه يبقى لزيارة الأقارب وصلة الرحم، يعني تعيدوا عليهم وكده. فممكن انتوا تروحوا تزوروا قرايبكم في تالت يوم، تعيدوا عليهم. او ممكن انتوا تخرجوا مع اصحابكم برا، او تزوروا اصحابكم او كده. فدي برضو فكرة تالت يوم العيد، اللي هو يعني ممكن اول يومين يبقى خروجات، تالت يوم يبقى زيارات ومعايدات، تعيدوا الناس قرايبكم واصحابكم كده بقدوم العيد. فبس هي دي كانت فكرة تالت يوم العيد. وبس كده اكون خلصت افكار ايام العيد التلاتة. وكمان قلت لكم تجهيزات ليله العيد، تجهيزات بسيطه اللي انا عن نفسي هعملها ان شاء الله. وكمان هحط لكم زي ما قلت لكم رابط فيديو الماسكات بتاعه الوش والبشره في صندوق الوصف. بس كمان عايزه اقول حاجه قبل ما اختم الفيديو، انه في ناس اصلا مش بتخرج في ايام العيد، يعني مش بتقدر تخرج، او هي في مدينه ما فيهاش اماكن تقدر تروح لها او اماكن حلوه يعني. فممكن انهم بس يروحوا مطاعم او ياكلوا في البيت، حتى لو مفيش مطاعم متوفره عندهم يعني، او المطاعم اللي عندهم مش حلوه، او هما ناس مش بيحبوا ياكلوا بره. فممكن انهم ياكلوا في البيت ويعملوا افكار. برضو انا قلت لكم قبل كده كان فيديو اول ما اخدنا الاجازه، كان فيديو افكار قضاء اجازه سعيده. برضو هحط لكم في رابط صندوق الوصف، هحط لكم رابطه في صندوق الوصف علشان اللي ما شافوش يشوفوا. وكمان اللي مش هيخرج ممكن يعمل الافكار دي. ممكن تقعدوا تقراوا قصص، تمارسوا هواياتكم اللي انتوا بتحبوها او كده، طالما ان انتوا مش خارجين. ممكن كمان ان انتوا يوم ليله العيد تعيدوا على اهلكم بالتليفونات. لو انتوا في بلد بعيد عنهم مش تقدروا تزوروهم، تعيدوا على اصحابكم يعني كده. برضو هتقضوا اجواء العيد، وان شاء الله تبقوا سعداء برضو حتى لو ما خرجتوش.
فبس ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. ودلوقتي هيظهر لكم انستجرامي وصفحتي في الفيسبوك، ما تنسوش تتابعوهم عشان نقدر نتواصل مع بعض. وهتوحشوني لحد الفيديو الجاي. كل سنه وانتم طيبين مره تانية بمناسبه العيد، وعيد مبارك علينا وعليكم، ومع السلامه.